بيظهر حد ويقول انا القيصر، بعدها ما بيتشافش تاني. روسيا في بداية القرن ال17 ما كانتش واقفة على رجليها. في الأول ما كانش في نظام، كان في دولة بس من غير روح، كانت بتحاول ما تقعش، والكرسي وقتها كان فاضي. مش لأن ما فيش حد يقعد عليه، لكن كل اللي قعد عليه اختفى. مجاعات وكرة بتختفي ونبلاء بيتخانقوا على السلطة، وكل شوية يظهر حد يقولك أنا القيصر، وبعدها ما يتشافش تاني. والفترة دي التاريخ سماها زمن الاضطرابات. بس السؤال الحقيقي، هو كان اضطراب فعلا ولا كان حد تاني بيعيد ترتيب اللعبة؟ وفي نفس الوقت قوة أجنبية بتدخل، بولندا، السويد، كل طرف كان بيدخل علشان ياخد حتة، كأن البلد مفتوحة ومفيش حد بيحميها. وهنا نوصل للحظة غريبة جدا في التاريخ. وسنة 1613 النبلاء ورجال الكنيسة قرروا ان هم يختاروا قيصر. بس مش اي قيصر طبعا، مش اقوى واحد ولا اذكى واحد، لكنه اهدى واحد. كانوا عايزين حد صغير مش طموح زيادة وسهل انهم يوجهوه. طب ليه؟ هل البلد كانت محتاجة حد فعلا ولا كانت محتاجة اي حد والسلام يقعد على الكرسي وغيره هو اللي يحكم؟ ومن وسط كل الاسماء دي طلع اسم، والاسم ده ما كانش في الصورة اصلا. ميخائيل رومانوف، شاب عنده 18 سنة، مش في قصر ولا حتى في جيش. شاب كان قاعد في دير بعيد خايف ومش عايز الحكم. ولما جاله الخبر انه هيبقى قيصر روسيا، امه قالت له جملة كانت شايفة بيها اللي جاي: الكرسي ده مسموم. الجملة دي مش بس خوف، دي كانت كمان تحذير. طب ليه انت تختار واحد مش عايز الحكم ولا في دماغه؟ هل لانه ضعيف ولا سهل في السيطرة؟ المهم يا سيدي، ميخائيل رومانوف وافق، او يمكن نقدر نقول انه ما كانش عنده رفاهية الرفض ومسك الحكم. بس الغريب هنا انه ما حكمش زي اي قيصر. يعني ما فيش لا دم ولا استعراض قوة. هو كل اللي عمله انه هدى البلد، صالح الكنيسة ورضى النبلاء وخفف الضرايب. كأنه مهمته مش انه يحكم، لكن ان هو يثبت حاجة اكبر من كده، علشان خاطر يأسس حكم للعيلة. من بعده ابنه حكم، ومن بعده حفيده، وواحدة واحدة الكرسي بقى ملكه. بس هنا السؤال يرجع تاني، ازاي عيلة ما كانتش الأقوى ولا كانت متشافة أصلا تفضل 300 سنة ماسكة حكم روسيا؟ هل ده استقرار طبيعي ولا في سر خفي بيضمن استمرارهم؟ ومع الوقت روسيا كبرت، جيش أقوى وحدود أوسع، لكن في نفس الوقت ده كان في حاجة بتختفي وتتلاشى بهدوء: صوت الناس. الشعب ساكت مش لأنه راضي، لأ، بس لأنه اتعلم إن السكوت أمان. وهنا بيدخل المشهد شخص مش شبه أي حد، بطرس الأكبر، قيصر لكن بعقلية مختلفة. شاف روسيا وقال جملة ممكن تغير مصير دولة: احنا متأخرين. وسافر أوروبا مش كملك، لا، كعامل. اشتغل بإيده واتعلم وشاف كل حاجة، ورجع مش علشان خاطر يطور البلد بس، لكن علشان خاطر يعيد تشكيلها بالكامل. غير الجيش والإدارة، ده حتى كمان غير شكل الناس، حتى حلق اللحى كان غصب. طب كل ده يا ترى ليه؟ هل كان بيبني دولة حديثة ولا كان غرضه ان هو يكسر الهوية القديمة؟ ومش بس كده، ده خد قرار غريب جدا، انه ما يطورش موسكو، لا، ده راح بنى عاصمة جديدة وكمان من الصفر، سان بطرسبرج، مدينة بتبص على اوروبا. كأن روسيا بتقول لهم احنا مش زيكم بس هنبقى زيكم. بس السؤال بقى اللي محدش كان يتجرأ ان يسأله وقتها، هي المدينة دي اتعملت ازاي؟ شغل ولا يا ترى في ناس دفعت الثمن؟ من بره روسيا بقت امبراطورية، قصور وذهب ومواكب، لكن من جوه فقر، فلاحين مربوطين في الارض، جنود بيموتوا بعيد، وامهات مستنية لكن مفيش حد بيرجع. والاخطر من كل ده هو الصمت. صمت طويل مش طبيعي، صمت بلد كاملة كأنها عارفة إن في حاجة جاية. وكل ما الإمبراطورية بتكبر القلق بيكبر معاها، لأن التاريخ دايما بيقول إن الصمت الطويل مش دايما سلام. الصمت في الأغلب بيبقى بداية النهاية. حكينا عن البداية والواضح من أولها إنها ما كانتش طبيعية. والسؤال اللي بيفضل مفتوح، هل الرومانوف كانوا اختيار ولا حل مؤقت وبعدين اتحول لنظام كامل؟ استنى بس، ده لسه في جزء تاني بنفضح فيه الحكايات المستخبية عن العيلة دي، واللي جاي هيصدمك أكتر، علشان المرة اللي جاية هندخل القصر من جوه. وهنا الحكاية مش هتبقى تاريخ، دي هتبقى كشف أسرار. وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، ولو في أي قصة عايزنا نحكيها لك ياريت تكتبها لنا في الكومنتات، واستنونا في سهرتنا اللي جاية في نفس الميعاد. سلام.